واحد شايب أردني تكلم كلمتين عن الصلاة، فقال لي الأردني، قال يا شيخ كيف نام؟ قال أنا بدي أعطيك قصتي مع الصلاة. أنا ما خبر واحد عنده قصة مع الصلاة، حيعي قضية ما يصلي. قلت كيف عندك قصة مع الصلاة؟ قال عندي قصة مع الصلاة. قلت ايش هالقصة؟ قال يا شيخ أنا لما كنت شاب كنت أذعر يعني داشر صايع. يقول كنت أذعر وأصحابي كلهم زعران بشير وما بيصلوا وأنا الوحيد اللي أصلي. يقول دخلت مرة الجامع بدي أصلي، فجئت بعد ما انتهوا الناس وجئت بدي أكبر أصلي، فنظرت إلى الجدار فإذا مكتوب قال صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ضعيف يا جماعة، مو صحيح، الحديث ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يقول أنا بدي أكبر، شفت الحديث قلت في نفسي لك شو هالحكي، أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، شو هذا يا زلمة؟ يعني ما إلي صلاة؟ تدري بلاش صلاة. ما قال بلاش فحشاء ومنكر لأجل أن تقبل صلاتي، لا، بلاش صلاة حتى تقبل الفحشاء والمنكر. يقولوا أطلع للزعاء ربعي وأجلس يا شيخ 10 سنوات لم أسجد لله سجدة، ما يصلي. شو هالحكي ما تقبل. يقولوا أحضر يوم من الأيام حفلة، فحفلة من الليالي الحمراء يعني. يقولوا يجلس جنبي واحد، يقول مجموعة من الناس فيهم جنسيات مختلفة، يقول من ضمنهم واحد من الشباب من أهل جدة. يقول فالتفت علي واحنا سكارة ومدري ايش، قال لي انت فين صديقتك؟ قلت ما عندي صديقة. قال ليش انت ما تزني؟ قلت لا ما بزني. قال ليش ما تزني؟ قلت ما بدي ازني. قال ما تزني اجل ليش بتصلي؟ ليش ما تصلي؟ قلت انا ما بصلي لاني بشرب خمر. قال اسمع لابويا. قال نعم، يعني في معنى كلامه. قال احنا بيننا وبين رب العالمين حبال. طبعا هو الان لا يمكن الاتصال به الان يعني اللهم معنا. قال احنا بيننا وبين رب العالمين حبال، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه الصدقة، حبل اسمه قراية القرآن، حبل اسمه الصلاة. انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الاول وقطعته. انت لما ما تتصدق جيت عند الحبل الثاني قطعته. انت لما ما تقرأ القرآن جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا ابويا خلي حبل الصلاة بينك وبين رب العالمين تمسك فيه، يمكن تحتاجه يوم من الايام. يقول قال لي هالكلمتين وشهق وقام يرقص. انا قاعد يعني انطقه الله الذي انطق كل شيء. يقول قاعد افكر، قلت والله صحيح فعلا، انا ليش اتي واقطع كل الحبال اللي بيني وبين الله؟ ليش؟ خلني اترك بيني وبين الله تعالى حبلا ممدودة. يقولوا اطلع من لحظتي يا شيخ واروح واغتسل واصلي وما تركت الصلاة بعدها الى يومي هذا، واجر هداية وتوبة في ميزان حسنات من؟ سكران. هذا من فوائد السكر يعني. لكن خذ الحكمة من افواه المجانين، وكما قال رب جوهرة في مزبلة، رب جوهرة في مزبلة.